السلام عليكم يا أصدقائي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا جاي أدردش معاكم عن موضوع وهو موضوع الرزق والفريلانس. عاوز اقول لك مش كل حاجه انت تعملها او هتعملها ممكن يجي لك رزق مادي منها، فلوس مثلا، وفي حاجات تانية ممكن تكون خارج حساباتك تلاقي الرزق جاي لك منها. ازاي؟ زمان اول ما بدات شغل في حاجات كتير جدا انا كنت بجربها وبجرب حاجات كتير جدا وببدا وبفضل اعافر فيها لوقت كبير وسبحان الله ربنا ما يرزقنيش في الاتجاه ده. انا ليه اصلا بحكي لك المواقف دي او بحكي لك الموضوع ده النهارده؟ كنت شفت بوست على السوشيال ميديا كان حد بيتكلم انه مظبط البروفايل بتاعه كويس جدا على ابورك وبيكتب البروبوزل او العرض العمل بتاعه بشكل احترافي جدا والبروفايل بتاعه مخدوم وبص مش ناقصه حاجه، يعني يعتبر كل المواصفات موجوده فيه، ان عميل يختاره مثلا عشان ينفذ الشغل. بس سبحان الله هو بيقول ان لسه لحد الان ما جالوش شغل ومش لاقي حل للموضوع ده وبيسال عن مساعده الناس اللي موجوده في الجروب. لقيت رد لفت نظري جدا، وهو لقيت واحد بيقول له ايه؟ رزقك لسه ما جاش. في الحقيقه الكلمه دي هي تقريبا اللي كانت بتوصف شغلي السنين اللي فاتت وحالتي. سبحان الله ان زي ما قلت لك ان في مجالات كتير، مش مجالات يعني اتجاهات كتير او افكار او تجارب انا كنت بعملها وبفضل اعملها وبعافر فيها كتير جدا، بس سبحان الله ربنا ما كانش بيرزقني في الحته دي والاقي الرزق جاي لي من حته تانية خالص. فده الموضوع باختصار، مش عايز اطول عليك في الفيديو. انا ليه بقول لك كده علشان دايما تخلي كل همك هو السعي، ما تشغلش بالك بالرزق خالص. الرزق ده بتاع ربنا وكاتبه لك، ممكن يكون كاتب لك رزق مادي في اتجاه معين غير الاتجاه اللي انت ماشي فيه دلوقتي، فهو رزقك ربنا كاتبه لك. انت شغال كفريلانسر، حاول تتقن المجال او الحرفه او المهاره اللي انت بتعملها، اتقنها اشد الاتقان واعملها على اكمل وجه، ودايما طور نفسك واعمل كل حاجه عليك، يعني اسعى في الطريق ده للنهايه. ما تخليش في حاجه في ايدك تعملها وما تعملهاش، وسيب موضوع الرزق على ربنا. وكده كده سبحان الله يعني انت ليك نوعين من الرزق، رزق السعي والمجهود وده عدل ربنا في الرزق، وليك الرزق اللي ربنا كاتبه لك اصلا اللي انت لو ما عملتش حاجه هتلاقي الرزق ده جاي لك. وبس كده، دي الحاجه اللي انا كنت عاوز اقولها لك في الفيديو ده. ما تنساش لو حابب تتعلم اكتر عن الفريلانس وازاي تشتغل كفريلانسر اعمل لايك للفيديو ده وشيره. لو لقيت حد محبط بسبب محاولاته الكتير وانه لسه ما نجحش او لسه ما وصلش للنجاح اللي بيدور عليه، ابعته له واشترك في القناه علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها بعد كده. بالتوفيق لك يا صديقي، سلام.